السلام عليكم، ان شاء الله كاع تكونوا غايه ومرحبا بكم في القناه تاعي. اليوم جبت لكم هذا الطاجين تاع الفلفل محشي، ولا كيما نقولوا حنايا فلفله معمره ولا محشيه. يجي بزاف شباب واقتصادي وساهل، وسيرتو اللي ما يبغوش الخضره تبدلي لهم هكا شويه كومام باش ياكلوا لك الخضره. المهم انا حبيباتي ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وما تنساوش باش تخلوا لي جيم واللي ما يجي راه تابوني في لاباج تاعي. هنايا نسحقوا هذا الفلفل اللي يجي كيما هكا، اللي يكون طويل ورقيق شويه باش ما ياكلناش لافاخس بزاف. هذا هو لازم تشرو كيما هذا، وشويه تاع طوماطيس. انا اللي ما يبغيش طوماطيس ما يديرش، انا الطوماطيس درتها شغل للتزيين، ما عليها ما كثرتش. وهنا غادي نجيبوا نص كاس تاع روز، انا درت نص كاس تاع الروز، نتوما ديروا الكميه اللي تنجموا ولا اللي تبغوها. هنايا الروز تاعي راني مغلياته، زدت عليه الفيونداشي وشويه تاع المعدنوس، نزيدوا عليه حبه تاع البيض ومغرف تاع الزبده. هنا الزبده تزيدنا في البنه تاع لافارس تاعنا، وغادي نزيدوا عليه شويه تاع الحرور، شويه تاع الملح، شويه تاع الكمون، وشويه تاع الثوم بودغ، واللي ما عندهاش بودغ يدير الثوم ترابيها. وغادي نخلطوا كل شيء في رحبه. غادي ندخلوا هذاك الفيونداشي في هذاك الروز ولي زيبيس وكاع نخلطوهم غايه. هاد الوصفه تجي بنينه بزاف، غير جربوها. وغادي نروحوا من بعد نجيبوا هذيك الفلفله تاعنا اللي كنا غسلناها ديجا، غادي نجو باش نعمروها دروك. غادي نجيبوا مغرف صغيره ونعمروا، وشغل ندخلوا لداخل باش لتحت ما تقعدناش خاويه. غادي ندخلها غايه كيما راكم تشوفوا، نعمروها مليح. وهنا غادي نزيد معكم الحبه واحده اخرى باش تشوفوا. هنا عليها نبغوا الفلفله تكون رقيقه باش ما تاكلناش لافاس بزاف. غادي نديروا هنا نستعملوا هذه الرقيقه. هنا اللي عندها غليظ شغل كبيره وبغات تستعملها، سورتو الا كان زعما شغل كونتيتي قليله ما عندهاش بزاف، غير 3 حبات ولا 4 ما عليهاش. وهنا كما تشوفوا كملتهم كاع. غادي نجيب المقله تاعي ندير فيها شويه تاع الزيت باش نقلي هذيك الفلفله. هنايا غادي نسحقوا غير الفلفله طيب لنا، والفيونداشي كيما نعرفوا بالخوف في الطيب، سما ما غاديش تاخذ لنا وقت بزاف. غادي نحط في الفلفله تاوعي، والروز تاعنا راه طايب. غادي نقلي هاد الحبات، ومن بعد غادي نخلو هادو يطيبوا في غردهم. وهنا نروحوا نوجدوا لاصوص تاعنا اللي غادي نديروها فيها. هنا درت شويه تاع الزيت، ودرت شويه تاع الطوماطيس، وغادي نزيد عليها شويه تاع الثوم بودغ، شويه تاع الملح، شويه تاع الحرور، وشويه تاع الكمون، ونخلط كل شيء في رحبه. ومن بعد غادي نزيد عليها شويه تاع الطوماط كونسونطري كما راكم تشوفوا، ونخليها شويه طيب في غردها، ومن بعد نعاود نوليلها. هنايا غادي نزيد عليها كاس تاع الماء يكون حامي، ونخليها تعقد لنا. وهنايا الفلفله تاعي بعد ما قليتها كاع غادي نبدا نقي فيها، نقلعوا لها داك القشور تاعها. ومن بعد غادي نروحوا نستفوها في لاصوص تاعنا هذيك اللي كان صاي وجدت، غادي نوجدوها فيها كما راكم تشوفوا. هاني نحمر الطوماطيس، وهنا الطوماطيس تاعي ما قليتهاش كما راكم تشوفوا. هنايا عمرتها وغادي نديرها في الطاجين وطيب في الطاجين، ما غاديش نقليها. وهنا غادي نغطي عليهم على نار ناقصه، ومن بعد نعاود نولي لهم. ومن بعد غادي ندير لهم شويه تاع الفرماج رابي. وهنايا شوفوا كيفاش يجي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ودرك معليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم.